بصادف في حياتي ناس وجهين لعملة واحدة، بس الناس دي تحديدا لا انت تعرف تصنفهم ولا تعرف أصلا ايه مشكلتهم. قلبة الحقايق لعبتهم، صورتهم في المراية للأسف مش هي صورتهم. ده وجه العملة المنحوت بفن وتخطيط وذكاء، بس على قد ما هم قد كده في منتهى الدهاء، على قد ما اتحفظوا واتحفروا في عقولنا وبقوا بالنسبة لنا أذكياء في منتهى الغباء. بتضحك لما بتسمعهم، ما بيملوش أبدا يشغلوا نفس التراك لنفس الأغنية، حد كده حافظ مش فاهم. وعشان تعرفهم وتميزهم، جري الشريط وانت تعرف آخرة الواد الحويط، واسمعوا حلقة جديدة من بودكاست نضارة جديدة. واحنا قاعدين مع بعض تلاقي ناس بينا ما بيبطلوش شكوى، يفضلوا يقولوا شوية كلام عجب كله إحباطات نفسية، وخصوصا لو كانوا طلبة بيدرسوا في نفس السنة، لسانهم ما يبطلش طول السنة: أنا مش بذاكر، المواد صعبة عليا قوي، أنا ما بقيتش أعرف أركز، المادة تقيلة، وامتحاناتها عارفين أصعب من المادة نفسها. بيقولوا يا رب نعدي فيها. طيب ممكن تقوليلي إزاي بتذاكريها؟ بتروحي لمدرس إيه؟ ياه، ما بقتش زي الأول، كل حاجة بقت صعبة عليا، السنة دي صعبة قوي، يا رب تعدي السنة دي بقى وما سقطش. وتعدي الأيام وتكتشف نجاحه وبتفوق، وتبقى مش مصدق دي صدفة ولا كانت لعبة. هم في الحقيقة مش بس طلبة، هم كده زي فيروسات منتشرة من فصيل إلى الآن لم يكتشف إيه سبب انتشاره، وهل هيستمر ولا محتاجين بقى ناخد مصل أو مضاد حيوي نحمي بيه نفسنا من تأثير الفيروس ده. كل اللي انت محتاجه وانت بتتعامل مع الشخصية دي، وقبل ما يتعمل لك غسيل دماغ محترم، افتكر دايما انك مش سفنجة. ايوه زي ما بقولك كده، وزي ما هو وجهين لعملة، انت برضو عندك ودنين تقدر تسمع وتطرد. وفي كل مرة ما تنساش تجري الشريط عشان تفتكر وتبقى حويط. وبس كده، كنتم مع هبة السيد في حلقة جديدة من بودكاست نضارة جديدة. أشوفكم على خير.